صبح صبح عم الحاج. صبح صبح يا استاذ سمسم. ايه بقى هنيزي في ايه النهارده بقى؟ شكلك كده بالحاجات اللي بلبعتها دي محضر لنا حاجه لطيفه. قلت إيه؟ الهمني انا رايح اتفسح، قال لي ليه هو انا مكسح؟ نعم، ده ايه ده؟ ملك؟ ما انا عايز افهم ايه اللي حصل. هو ده ايه حضرتك اللي انت قلته ده؟ ده ده مثل. مثل. ده مثل. ده مثل. احنا اه هنتكلم النهارده عن الامثال المصريه احنا النهارده يا ونحللها. جماعه هنتكلم عن اه، الامثال المصريه، لان الامثال المصريه طلع ان في مصيبه زرقاء بتحصل. اكيد. آه وحاجات مش مفهومه والغاز حاجات مش مفهومه وحاجات جامده جدا وحاجات بترمي على اباحه، ده علم الامثال المصريه ده. علم حكاية. اديني قول لي بقى تاني ده، قول لي تاني ده عشان قلت نخش. الهمني انا رايح اتفسح، قال لي ليه هو انا مكسح. اه يعني طب همي. طب همي ابن الوسخ ده ورايا ورايا، انا مكسح انا جاي معاك، هتروح تفسح ليه؟ هركب يا دين نهار ابيض، امك، ايوه. والله العظيم ما كنت فاهمها. لا يا راجل. والله ما كنت فاهمها. ايه ده؟ انت جايب لي امثال اللي انت مش فاهمها؟ ما انا اصلا ما انا ما انا, ما أنا قلت انت تساعدني. ما في تتبرجلش ما كف تتبرجلش في ايه؟ استنى، ايه في فك الطلسمه؟ طلاسم طلاسم. طلاسم دي المجمع. ايوه. طلسمة اللي الجمع هو مفرد يعني مجمع ايه؟ واحد. في طلسوم واحد. الحبوب اللي انت بتسفها دي غلط، مش دي بتعمل العكس المفروض منها. anyway. بس انا جايبها من التشاينيز شوب، انا بيتهيألي مش عارف طيب الحبوب دي. لا، تشاينيز شوب دي يبقى زي الفل، كلها افيون وهتروقك. آه. ايوه انت ما قلت في، الهم انا ايوه. رايح اتفسح، قال لي ايوه. ليه وانا مكسح؟ انا جاي معاك. اه ليه وانا مكسح انا هتروح مخ... تتفسح بروح امك لوحدك؟ وانا همك اقعد بقى انا لوحدي يعني؟ اما اكفر عيشتك وتزهقك في دنيتك ازاي؟ انا جاي معاك ليه وانا ما عنديش رجلين؟ اي خدمه يا معلم، اي خدمه. اديني اديني. طب خد دي بقى، عشان دي جامده. ماشي. بقى للشخنق بخنق، وبقى للكلب زناق، وبقى للخرا مرة يحلف عليها بالطلاق. ايه؟ تاني ايه؟ لا بص، ده مثل مركب لان ده ثلاث مقاطع. اه ده ثلاث مقاطع، فده حته حته، فده لازم يتفصص. اديني الشخنق مشنق انا اللغه هديهولك كله مرة الشيطانيه. واحدة. هو ده انا عربي هديهولك الاولاني مرة. ده؟ ايوه، قول. امال ايه؟ طيب. ده مصري مش ايوه عربي مش اللي هو عربي الكلاسيكي. كمان، اه. فانا هديهولك كله مرة واحدة اتفضل. بهدوء، وبعد كده انت ايه عيب بقى قوي للشخنق تديهوني. بخنق. عيب قوي تديهوني مره واحده ده، بس ما علينا، ماشي اديني يا مرس. انت بقى مخك راح في حتة تانية. انا مخي ما مش بيروحش ده. غير في الحتت دي. anyway. اديني في مشنخني ولا خشنقني؟ اتفضل خشنقني. بقى للشخنق بخنق، وبقى للكلب زناق، وبقى للخرا مرة يحلف عليها بالطلاق. يا ساتر يا رب، ده حاجة. يا نهار اسود ومنيل ده. انا مش فاهم ولا حاجة، ومش عارف افسره زي اللي فات اللي فسرته في سنتي ده، بس هو اه انا حاسس انه ده قوي قوي وبيقهر اللي بيتقال له المثل ده، بيتفشخ في دماغه لانه ده اكيد. انا اصل اخر حتة دي كمان. ايه الخشنق مشنق يعني ايه؟ طب عندك بص، انا اعتقد ان ان البيس دو ريزيستانس في المثل ده هو لا الليل وحياة الاخراني. وحياة اهلك كلهم غشت خسستانس ايه وخرا ايه في غشنق ومشنق، وبقى الخرا له مرة والكلب له مزنق يعني احا انت ريسيستانس ايه وخرا ايه؟ لا فوق كده وارجع تعالى، لا ما تروحش هناك خالص، ما تروحش الفولارك ابدا في لحظة زي دي. خالص خالص ما فيش ولا برجوازية ولا زفت على دماغنا. الجزء الاولاني تاني، انا عايز افهم المثل ده. ايوه، طب بص، انا الشيء انا اللي بحاول اقوله اه. بشكل اخر مبسط، ايوه. ان الاهم جزئيه في المثل ده هو الجزء الاخراني. الاخير بقى ده انا. للخرا مره ايوه. يحلف عليها ويحلف عليها بالطلاق. الطلاق. فده واضح انه شخص ابن وسخ معفن ما يسواش نكله بس. فابسولوت.
ما المقدمة انت بقى بقى ايه، اللي قبليها هي هم دي دول. هي دي بقى هي دي بقى الحته الدراميه ايوه مظبوط. والدباجه الادبيه للمثل. اللي تحط الراجل ده ايوه يعني تحت الارض. انت ايوه هتبتدي من الاول كده تقول له يعني بقى للشخنق بخنق، ايوه بس. وبقى للكلب زناق. فانت ايوه خلاص، انت يسات، انت رسمت البدايه حاجة رسمه حقيرة، رسمه اه. جدا، حاجة حاجه يعني، يعني مقندله، اه زبالة. وتروح داخل عليه بالتقيله. وبقى للخرا مرة خرا مره يحلف عليها بالطلاق. بالطلاق. يا يعني شفت ده يا استاذ، هي فشخوف سنتي، هذا شفت الذكر يا استاذ. الموكوس. وانا متاكد ان المتنبي بيلف كده يعني ايه، يعني في قبره الراجل، يعني على ايوه اللي حصل ايوه اللي حصل في اللغه، اللي هو كان بيمطها ويمدها ويلعب بيها. بقى الموضوع وصل لهذه الدرجه. بس اه للاسف يعني لو بصينا الموضوع من نظره اجتماعيه مش هفندي، ايوه تلاقي فعلا ان في رجاله عندنا يعني حاجه ما اه تقلعهاش طبعا. من رجلك. في العالم والله كله، في العالم كله رجالة ما تقلعهاش من رجلك، وينطبق عليه المثل ده 100%. الكلب بقاله ايه؟ مزنق. بقى الكلب زناق. زناق. ما هو انا عايزين يعني معنى زناق ومعنى بقى الخشنق بشنق ده. عايزين نفهم ايه الخشنق بشنق ده. ما اعرفش. ولا أنا. خش على اللي بعده يا برنس. لولاك يا لساني ما نسكت يا قفايا. اه بس دي سهلة دي يعني، المعنى في بطن الشعر، مفهومة. لا، هو المعنى واضح، المعنى في بطن الشعر اه ديت لما يبقى المعنى مش واضح اه يا راجل، اه والله. يبقى المعنى بره بطن الشعر، مش في بطن الشعر. في واحدة أنا حبيتها جدا بصراحة. ايوه الواطي لو كشفته يبجح، ولو واجهته يقبح، يا ابح. ولو بعدت عنه يلقح، ويشوف عدوك فين ويقعد معاه ويسبح. ويسبح. انا عارفه ده جميل، ده يا عبقري. ده ده مثل يعني عبقري. لو سمحت جدا قولوا، جدا قولوا جدا. تاني، قولوا تاني، عشان المثل ده انا بحبه حب رهيب. الواطي لو كشفته يبجح، ولو واجهته يقبح، ولو بعدت عنه يلقح، ويشوف عدوك فين ويقعد معاه ويسبح. اه يا جماعة اللي بيسمع او بيشوف اللي احنا بنهزيه ده، اقعدوا وركزوا كده في الناس اللي تعرفوها. هتلاقوا ان اي شخص واطي انت ايفر اتعاملت معاه في حياتك، هتلاقي المعلومات دي بتنطبق عليه بالحرف. ده حاجة كده من حتة كارلو سيرجيو، المثل ده اللي اه هو اه كمان مركز أصله. مختصر مفيد يعني. وجايب لك السيناريوهات كلها، الشخص ده هيعمل كده في كل الحالات ديت. بالظبط كده. ما تستغربش بقى انت يعني ايه. اه هتبقى فهمت وعرفت خلاص ان هو كده. ولو انت اتعاملت مع واطي فافهم انك انت اللي قلعت كلوبك. في واحد برضو، بس انا مش فاهم هل هو المثل قبيح ولا هو كده. طب استنى، لاني استنى معلش، انا عندي اتفضل مثل اتفضل. اصله، عندي مثل سريع كده يمشي مع بتاع الواطي ده، في نفس السكة. جدتي مرة قالت لي مثل، قالت لي ايه؟ قالت لي عاتب الخرا ينجاس لورا. اه، واضح ده برضو سهل ولا ايه؟ ده اه مش محتاج ده تفسير. ايوه ايوه فاهم. اه انك اما تعاتب الخرا هينجاس لورا، هيحس بقيمته، هيحس انه مش خرا، هيحس انه ليه قيمة. انما تحس ان لو هو ما، بني ادم. اه بني ادم، انما لو ما عاتبتوش اهو غار في داهية، راح في 60 داهية اهو، غار بعيد عنه. قول لي بقى اللي بعده. انت ملاحظ ان في في خرا في كتير، انا ملاحظ ان في خرا اه كتير في 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 الامثال في بتاعتنا. خرا كتير. في خرا كتير، بس في كمان في تيمة انا يعني واخد بالي منها، باستثناء بتاع الهم اللي رايح يتفسح معاك. مم. ان في تيمة كده اللي هو الشخصيات الواطية. عشان هي دايما اغلب الامثال والحكم بتبقى عن تجارب سخيفة، اغلبها. وفي حاجات تانية بتجارب لطيفة وكل حاجة وبتاع، بس المعاناة هي اللي بتخلق الساركازم والسخرية
فور شور. الحاجات بس دي فاهم. انت ممكن تعاني انت ممكن تعاني من الظروف، ممكن تعاني من الحياه، ممكن تعاني من الصحه. انما انا ملاحظ ان حتى المثل اللي كنت لسه اقوله لك دلوقتي: لا تأمن للدكير ولو كان صغير. مين الدكير ده؟ ما اعرفش. اه لا، ده ما واحد احنا يعني ومنعزل مثلا. مش أنا مش فاهمه. انا ذكر مش يعني مش. مش مش عارف الدكير ده اللي هو ايه، بس انا حاسس انها حاجه قبيحه. هي ممكن للدكير ولا للدكير لو كان صغير، ولو كان صغير يبقى للدكاير، ولو كان صغير يعني ما تقنيش للرجاله. انا مش فاهم حاجه، لا انا تهت. انت مش فاهم حاجه. طب خد دي بقى، انا هنزل عليك بتقيله. انزل بقى، خش يا معلم. بس انت جاهز قاعد مستعد، يا مستني السمنه من طيز النمله؟ عمرك ما هتقلي. شفت بقى سمنه من شفت طيز الادب. النمله؟ ايوه. ده مستحيل يعني، ده عمرك ما هتطول ده. اه. فانت ايه امم يعني؟ ما خلي بالك برضو، ما هو انت مستني السمنه، انت برضو ما في حد هو في في لا الموضوع ده. عقلانيه في الموضوع، اه. بس اجين الثيم بتاعت الديسابوينتمنت، انك انت مستني حاجه من حد، بس هو الحد ده يعني لو مستني السمنه سمنه. من طيز النمله ايوه، عمرك ما هتقلي. عمرك ما وهنا هتقلي. بقى، هنا العظمه بتاعت المثل ده، ان كمان في الحته بتاعت الاكل. احنا برضو ناس بنعز ناكل ايوه، كل حاجه فانا هفكر مربوطه في عندنا ايه؟ بالاكل. هفكر في السمنه عشان مم. اقلي، عشان اعمل التسبيكه، عشان اروح مم. داخل مبهدل نفسي تماما. في تاني؟ انا رحت بقى للناس اللي اعرفها اللي هم ليهم في الامثال ديت. مم. فانا بس بقرا المثل مش مصدق ان الشخص اللي بعت لي المثل بهذه الاباحه. لا طب لو سمحت، اتفضل. اللي باخدها تحتي احسن من امي واختي. يا نهار اسود، يعني ايه؟ اولا ما فهمتوش، بس ده ده عيب، ده عيب، ده انا اتكسفت. انا مش عارف اعلق. انا برضه لما شفته قلت اللي ايه ده. باخدها تحتي احسن من امي واختي، يبقى هو ما معناه يعني ده مثل قبيح ابن وسخة قوي، قوي قوي. وتجريدي وسافل سافل وملخص العلاقة الإنسانية الحميمية بين الراجل ومراته، أو أي اتنين بارتنر شركاء في الحياة. إنه أي حاجة هتيجي تحتية هتبقى دايما أحسن من أمي وأختي، عشان دي مراتي بقى اللي هقعد معاها بقية عمري. ده تفسيري يعني للمثل. طب ما انت بس اهو، ما انت قعرتها اهو يا استاذ مش. قعرتها، بس قعرتها بخفة دم ولذاذة. اي كلام، اي دايما. كلام، انا قعرتها وخلاص، صح. دايما قعرتها، بس قعرتها بالحب. اه بالحب، بالحب يا برنس. ايوه بس هو صح، when you come to think of it، هو كده. ما هو قول المثل تاني لو سمحت، لان ده مثل قوي جدا. اللي باخدها تحتي احسن من امي واختي. اه اللي هو ما معناه يعني ان مراتي اهم ان من مراتك اهم. اهم من اختك وامك، بس هو سافل ابن وسخة اللي الف قوي المثل ده. يعني قوي. وجربوع يعني، فاهم؟ معفن اللي وجنسي هو جدا. جنسي جدا، وجنسي اه. جدا يعني اه واحد يعني، هيجان قوي. اه يعني فاهم. بس هو مثل حلو، بس هو الغرض منه سامي جدا وعظيم، بس هو غرض سامي. ايوه، انه فين السامية دي يا انه استاذ؟ انه دايما دايما تقف في صف مراتك قدام امك واختك، وان هي شريكة حياتك، فهي بالتالي هتبقى اهم من امك واختك اللي هم اهم اتنين في حياتك طول عمرك. بس هو قالها بطريقة وسخة جدا، بطريقة بوابين يعني. يعني تحس ان بس تحس ان اول واحد قال لي البتاع ده اللي هو النموذج بتاع الراجل اللي هو يعني انا كده هدخل في يعني في لا، في ايمج معينه، في صوره معينه قويه جدا في دماغي. آه، عارف اللي هو بيروح حاطط دين الجلابيه في ايوه، بقه ويروح كده ضائر. علشان ايه. اه بيحط دين ايوه الجلابيه في هو ده. بقه ويروح داخل. ايوه، هو ده بالظبط اللي بدع لا. المثل ده، هو ده اللي قال اه. المثل ده.
فهو ايوه ايوه. غرضه كويس، بس هو هو ما بيفهمش اكتر من كده الراجل الحقيقة. وكتر خيره جاب لنا مثل عظيم، عظيم يعني نقتدي بيه في حياتنا كلنا. خلاص يعني انا بيتهيألي احنا اوريدي كده في اوريدي كم كم حاجه ممكن نسرح معاها سنين طويله عشان نفهم ده معناها ايوه ايه. ايوه كده يا جماعة، خدوا انتوا شوية بقى الامثال دي، اللي يعرفكم منها، اللي يعرفها منكم يعرفها، واللي ما يعرفهاش هو عارف حاجة جديدة. وخدوا بقى غوصوا وتعمقوا في واحنا التفكير بنعتذر. في الامثال دي. و- وصباح الفل. وصبح صبح. صبح صبح يا برنس.